محمد صلاح ومرموش يتوجهان إلى هذه البلدة الأوروبية مباشرة بعد خسارة مصر أمام نيجيريا وانتهاء مشوار الفراعنة أفريقيا. يعود الثنائي محمد صلاح وعمرو مرموش لاعب ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزين يعودون إلى إنجلترا اليوم من المغرب مباشرة، حيث لن يعودوا مع البعثة المصرية إلى القاهرة عقب انتهاء مشوار الفراعنة ببطولة أفريقيا. من ناحية أخرى، كشف مسؤولون منتخب مصر إن إيقاف مروان عطية وصلاح محسن يطبق في مباراة نيجيريا في أفريقيا، وإن أول مباراة رسمية لمنتخب مصر تابعة للكاف، ولا ينطبق هذا الإيقاف على اللاعبين في كأس العالم أو مع الأندية. وغاب 6 لاعبين عن مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا بسبب الإصابة والإيقاف، وغاب الإصابة كل من أحمد فتوح وياسر إبراهيم ومحمد حمدي، بينما يغيب الإيقاف حسام عبد المجيد بعد حصول على إنذارين، وإيقاف مروان عطية وصلاح محسن من قبل الاتحاد الأفريقي. مباراة ودية للمنتخب الوطني خلال فترة الأجندة الدولية لشهر مارس في إطار حرص الاتحاد المصري على توفير برنامج إعداد جاد وقوي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026. يواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية يوم 26 مارس، ويلتقي مع المنتخب الأسباني يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تقام المباراة في دولة قطر.